بتاع التزوير هذه كان الاصل فيه تكون حمله مركزه، انت عارف تواجه في السلطه، كيفاش ترد على هذا؟ شوف يا سيدي الكريم، انا مثل هذا القول يعني حقيقه لا يستحق الرد. يعني الوضعيه معناتها وضعيه متاع ناس يراوا الكبائر ويراوا الجرائم المرتكبه ويراوا التعسف واللعب بالقانون ومعناتها ودوس القانون والعدوان على القانون. معناتها هذا هو يعني الطابع الرئيسي اللي معناتها يغطي الشاشه، ويلوج لي على نقطه بسيطه كذا كذا. هذا يحبوا طريقه لتعويم الحوته في البحر لا اكثر ولا اقل. وانا بالنسبه لي انا باش نهتم بالخطا البسيط اللي يمكن ارتكبه معناتها عماد الدايم ولا فلان ولا فلان، ويتعاقب عليه بالسجن ويتعاقب عليه بالقضايا ويحرم الترشح ويحرم الحمله الانتخابيه. يعني يا رجل خلينا من الحديث هذايا، شدوا في الاساسي لان هذا قيس سعيد. وهنا معناتها لازم يكون الامر واضح. راهو شوف مساله الانتخابات صندوق الاقتراع، في احنا كمدرسين كي نقريوا الطلبه نعم ونقولوا لهم الحريه خارقه العاده، حريه التعبير خارقه العاده، حريه التنظم خارقه العاده، حرمه المسكن شيء مطلوب، سريه المورث شيء مطلوب، يعني الحقوق المدنيه والسياسيه اللي حكيتها كل مطلوب. لكن اللب السره كما نقولوا العمود الفقري نتاع الحقوق السياسيه والمدنيه هي مسألة الحق في الترشح والحق في الانتخاب وصندوق الاقتراع. يعني الحق في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة هي تتسمى العمود الفقري لجميع المحرار الحقيقي والمقياس الحقيقي. هذاك قلت لك العمود الفقري. راهو هذاك علاش اليوم الشبكة نتاع المواطنين اللي عملوا 20 شبكة 20 حزب و20 كذا ويحكيوا على الحريات وما جبدوش حرف على مسألة حماية صندوق الاقتراع وحماية الترشح وحرية الانتخاب وكذا، يتسمى يحرزوا في البحر. المهم علاش؟ على خاطر القضية الكل كيف يكون عندك يعني انتخابات حرة ونزيهة إلى ذلك ستفرز لك قيادة تاخذ بعين الاعتبار إرادة الشعب وأنها خادمة للشعب. أن لهيئة انتخابية لم تحترم، أن يا دكتور حتى نختم في 5 دقائق، أن لهيئة انتخابية